السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وكويسين. النهاردة بإذن الله كده ايه هنعمل ايه؟ هنعمل كبد وقوانص، أكلة بسيطة وسهلة وسريعة معاكي في اليومين بتوع ايه الامتحانات دول. ربنا ايه ينجح أولادنا كلهم يا رب، وينجح كل ايه اللي بيذاكر وبيجتهد، وربنا يديهم على قد ايه نيتهم ومذاكرتهم. دي كبد وقوانص فراخ، كبد وقوانص فراخ. ادي القوانص قطعتها حتت صغيرة، شلت منها الدهن، وادي حبة توم كده ايه هندقهم مع بعض ونشوف هنعملهم ازاي. ماشي. قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد، وندوس لايك وشير واشتراك وفعلوا زر الجرس عشان توصلك كل فيديو انا بنزله جديد. نحط معلقة ملح، نحط نجيب شوية شطة، شطة صغيرين كده زي ما انتم شايفين. الشطة دي حامية، مش هحط منها كتير، حامية حامية يعني معنى الكلمة. ودول شوية كمون. وادي طبعا الكبد والقوانص زي ما انتم شايفين، عصر عليها ليمون عشان الزفارة ونطلع منها كل الزفارة اللي فيها. وجبنا طاسة كبيرة حلوة كده، طاسة حلوة كبيرة كده ايه عشان نسخنها على النار. نجيب طاسة نقطع معاكم بس بصلتين كده حلوين. هنجيب بصل احمر كده ايه، بحب البصل الاحمر ده قوي، بحس ان هو مسكر كده وجميل. ماشي. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. لو انتوا بقى على اليوتيوب اعملوا اشتراك وفعلوا زر الجرس ودوسوا لايك او قلب حلو كده. ولو انتوا على الفيس طبخة سهلة مع شيماء اعملوا ايه متابعة. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هندوس بقى ايه، ندوس نجيب زيت، نحط حبة صغيرين كده. طبعا الزيت غالي انتوا عارفين، بس الكبد والحاجات دي بتحب الزيت الكتير. على قد ما نقدر ايه نظبط الدنيا ايه، ما نكترش وما نهدرش. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. كده نسيب الزيت يسخن، وهننزل بقى عليه ايه بالبصل. ننزل عليه البصل وايه نديله بقى ايه تشويحة حلوة كده. نقلب بس تقليبة كويسة كده. هي بصلاية كده صغيرة، وقلت ايه خلي بصلاية تانية للمكرونة. بس انا هعمل معاكم بس ايه الكبد والقوانص. ده الفيديو بتاع النهارده للكبد والقوانص. انا عملت كتير فيديوهات للمكرونة كتير. ماشي. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وكده ايه زي ما انتم شايفين البصلاية بتدبل معانا لحد ما ايه تاخد بس ايه تكسر بس النشفان بتاعها، مش هحمرها جامد. زي ما انت شايفة كده سيبها على النار تاخد واحدة واحدة وتدي مع نفسها. عشان هنشوف هننزل الكبد الاول ولا هننزل القوانص الاول، عشان في حاجة تاخد وقت سوا عن حاجة تانية. طبعا انتوا عارفين ايه ان الكبد متاخدش وقت كتير، دوبك تشوحيها على النار وتطلعيها على طول. لكن القوانص محتاجة ان هي ايه تاخد وقت شوية صغيرين كمان، حبة يعني ايه حلوين كده، تسيبيها شوية صغيرين على بوتاجاز. مينفعش تحطي الاتنين مع بعض غير لما الكبد القوانص تستوي شوية، وبعد كده ننزل عليها ايه الكبد. هنعمل ايه تاني ونحط ايه مع بعض واحدة واحدة كده، نمشي تفاصيل واحدة واحدة، عشان حاجات لازم تظبطي دنيتك وتشوفي تفاصيلها ايه بالراحة. انا مش عايزة اسرع عليك الفيديو عشان تعرفي كل تفصيلة وكل حاجة انا بنزلها، تبقى ما انتش واخدة بالك وشايفة انا بعمل ايه. طبعا احنا بندبل البصلاية لسه على البوتاجاز واحدة واحدة كده. اتحمرت معانا شوية، هنقلب بقى كده. هننزل بقى ايه القوانص، هنصفيها طبعا، ما نحطش المية بتاعتها بالدم بتاعها. انا غسلتها كذا مرة وحطيت لها ليمون عشان الزفارة. دي القوانص هنحطها نقلبها مع البصلة. ماشي. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كلنا عندنا امتحانات وكعبلة وعايزين وقت ننجز، ان العيال ايه بتيجي من الامتحان عايز تاكل عشان تروح تلحق الدرس اللي بعده. يدوبك دي اكلة سريعة تنجز معاكي. اول ما عيل يقولك انا طلعت المدرسة تحطيه على طول على النار، اول ما هو يجي من المدرسة يكون ايه الاكل سخن وجاهز. ماشي. وجميلة وسهلة وسريعة. انا وطيت عليها النار وسبتها ايه تستوي شوية مع بعضها مع البصلة.
تاخد بقى ايه سواها كده على اقل من مهلها. وهننزل بقى دلوقتي ايه التومه. ماشي، نزل بقى دلوقتي التومه تتشوح معاها بيضك، وتاخد وتدي مع نفسها كده ايه تطعيمه حلوه كده زي ما انت شايفه كده. زي ما انت شايفه واحده واحده كده، وقلبي بالراحه، وخلي كده ريحه التوم كده ايه تملى بقى ايه الاكل كده، وتبقى ريحه المطبخ كده كلها ايه ريحه الاكل كده في البيت تبقى جميله. هي دي بقى ننزل دلوقتي الكبد. مش تاخد معانا وقت خالص. ما قطعتهاش ليه الكبد وخليتيها كبيره قوي كده. هي الكبد بتتحط زي ما هي، لو قطعتيها وهي نيه بتبقى مفرفته معاكي، تبقى شكلها وحش خالص. خليها تستوي وبعد كده قطعيها وهي جوه الطاسه. اتفقنا؟ سيبيها تستوي وقطعيها جوه الطاسه عشان ما تبقاش مهريه معاكي، والكيس بتاعها لو فرقع منها وهي نيه بتبقى مفرفطه كده، تبقى شكلها وحش خالص، وهتطلع زفرتها وتلاقي ايه الدنيا مش حلوه معاكي نهائي، هتبقى مهريه كده. هنسيبها بقى تنشف وتجمد مع الاكل، ونديها تقليبه كده ايه بالراحه عشان ما تفرقعش منك وهي لسه ما استوتش. تخش بس تستوي وقطعيها جوه الطاسه. هجيب بقى سكينه شايفين كده دلوقتي، اديني بقطع فيها اهي اللي استوت، بقطعها عشان تبقى كلها ايه متظبطه مع بعض وكلها صغيره. هتتقطع معاكي مش هتتفرفت معاكي نهائي وهي شغاله على النار. اهم حاجه تغير لونها الاول، بعد كده تمسك بعضها، وبعد كده تقطعي براحتك بقى. عايز تسيبيها زي ما هي سيبيها زي ما هي وقلبيها وتبقى معاكي زي الفل وجميله. ريحتها جميله جميله جميله. ما حطيتهاش طبعا ملح ولا حاجه عشان التومه فيها شطه وكمون وملح. لو انت بتاكليها بقى وعايزه شويه ملح كمان تانيين زودي براحتك. انا طبعا ايه بقطع الكبير، احنا بنحبوها ايه صغيره. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله ما شاء الله. حاجه تبقى في البيت جميله جميله جميله، وسندوتشات بقى لعيالك، او تحطها لهم بقى ايه مع مكرونه كده، او تغمسوها بالعيش، اللي يريحك اعمليه. دي اكله برضك سهله وسريعه وتوفر معاكي وقت ايام الامتحانات دي زي ما انت شايفه كده. هي خلاص هطفي عليها دلوقتي عشان نصبها قوي ونغرفها. خلاص الاولاد قالوا لهم واحنا جايين خلاص وصلنا على الباب. قلت بقى ايه احطها بقى ايه في الطبق كده مع شويه ليمون كده يفتحوا النفس كده. جميله جميله جميله. بسم الله ما شاء الله. يعني ايه غدوه سريعه كده وسهله، مش تاخد معاك وقت نهائي. اشوفكم على خير فيديو جديد.